هذا الثور خرج في مهمة مستحيلة، إذ لم يشهد التاريخ في تركيا قط أن هربت أضحية من سكين صاحبها، لكن لا بأس في شيء من إثارة وتشويق قبل المصير المحتوم. هروب أضاحي العيد من أصحابها ظاهرة سنوية لم تجد لها حلا في تركيا. أحيانا تكون المطاردة في الريف فيتصدى لها التراكتور الزراعي، لكن ماذا عندما تهرب الأضحية في المدينة وتختلط بين السيارات في الشوارع؟ عندها يصبح الأمر خطيرا ويتطلب تدخل الشرطة. المواجهة الفردية وجها لوجه لا فائدة منها، فالقوة تغلب الشجاعة. والحل يكون غالبا في حقنة مخدرة تنطلق من بندقية صيد، تحسم الأمر وتنهي المغامرة والهروب إلى المجهول، علما بأن بعض الحالات تتطلب تدخل المباحث الجنائية للبحث عن الطريدة، مثل هذه الأضحية التي هداها ذكاؤها للاختباء في بيت الجيران. مغامرات الأضاحي في العيد لا تنتهي بذبح الأضحية، إذ تستمر حلقاتها في المستشفيات التي يؤمها العشرات يوم العيد بعد حوادث قطع وجرح للأيادي والأرجل جراء إصرار أصحابها على ذبح الأضحية بأنفسهم دون خبرة أو دراية، ربما لتوفير أجرة اللحام. ورغم توجيهات الحكومة المستمرة بالرفق بالحيوان وتطبيق سنة الذبح في الأماكن المخصصة لها في البلديات تحت إشراف صحي، فإن البعض يصر على ممارسة مصارعة الثيران كجزء من طقوس الذبح التي لا يبدو أنها ستتغير في تركيا. وكل عام وأنتم بخير. يوسف الشريف، العربية.